السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده من وصفات شهيوات بشرى اش بي. ان شاء الله الفيديو ديال اليوم غادي نحضر لكم حلوه بدون قالب وبدون فرن. بالنسبه لهاد الحلوه كتوجد في 15 دقيقه، سهله في التحضير ديالها وكذلك ما فيهاش مكونات اللي هي كثيره. وهاد الحلوه كتجي رائعه لا في الشكل ديالها وكذلك في المذاق. ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. دابا يلاه معايا باش تشوفوا شنو هما المكونات اللي استعملت في هاد الحلوه بدون قالب وبدون فرن. اول حاجه غادي نوجدو هي الكريمه. بالنسبه للناس اللي بغاو يوجدوا كريم باتيسير فغادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، لانني سبق لي وحطيتها في القناه. انا هنايا عندي بودره ديال كريم باتيسير، فانا غادي نصوب الكريمه تجي عاديه بالكريم باتيسير. خديت هنايا كاسرونه اللي وضعت فيها كاسونس ديال الحليب، وضعت فيه 3 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده وجوج ديال المعالق كبار ديال بودره ديال كريم باتيسير. بالنسبه للناس اللي بغاو يعرفوا العلبه ديال كريم باتيسير فهي هذه. غادي نخلط الكل بالخلاط اليدوي وغادي نوضعو على النار هاد الكريمه. غادي نبقاو نحركو على عافيه اللي كتكون مهيله حتى كتعقد هاد الكريمه، ومن بعد غادي نوريها لكم. كيف ما كتشاهدوا بعد ما وضعتها على النار حتى ولات عاقده كيجي الشكل ديالها هكا. من بعد غادي نوضعها احبائي في واحد الاناء، وغادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي. ضروري اننا الا بغينا نغطيو الكريم باتيسير كنوضعوا عليها مباشره هذا البلاستيك الغذائي باش هكا ما كيتكونوش لينا هذوك الفقاعات ديال الكريمه. من بعد غادي نمشيو نوجدوا الكريمه اللي بالبودره ديال الكاكاو. غادي نديروا نفس المكونات. وضعت هنايا كاسونس ديال الحليب، وضعت كذلك 3 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده وجوج ديال المعالق كبار ديال البودره ديال كريم باتيسير. بالنسبه للناس اللي ما متوفراش عندهم حتى الكريم باتيسير وعندهم نشا الذره اي مايزينا يستعملوها بلاصه هاد البودره ديال كريم باتيسير. من بعد غادي نضيف ملعقه كبيره مملوءه من بودره ديال الكاكاو المور. غادي نديرو نفس الطريقه كما وضعنا الكريمه الاولى. غادي نوضع هاد الكريمه على النار اللي كتكون مهيله، وغادي نستمر في التحراك حتى كتعقد هاد الكريمه، ومن بعد غادي نوريها لكم بعد ما ولات عاقده. اذا هذه هي الكريمه بعد ما ولات عاقده كيجي الشكل ديالها هو هذا. غادي نخليها في جنب وغادي نوريكم المكونات اللي غادي نحتاجو لهاد الحلوه. عندي هنايا كاسونس ديال الماء اللي كيكون دافي، وضعت فيه ملعقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان. وهنايا غادي نديرو هاد البسكوي، هاد الاصابع ديال هاد البسكوي لي بودواغ، فهما موجودين كيتباعوا في المحلات التجاريه والثمن ديالهم مناسب. دابا غادي ندوزو باش نشوفوا الطريقه ديال هاد الحلوه. اول حاجه كناخذوا البلاستيك الغذائي كنفرشوه فوق سطح العمل على هاد الشكل، وغادي ناخذوا هاد الاصابع ديال هاد البسكوي فهما كيكونوا قاصحين. من بعد غادي نوضعهم في هاد الماء اللي وضعت فيه ملعقه ديال قهوه سريعه الذوبان. بالنسبه لهاد الماء مع القهوه كيتشربهم هاد البسكوي وكيجي هاد البسكوي رطب بزاف. غادي نبقى نوضعو على هذا الشكل البسكوي في وسط الماء والقهوه سريعه الذوبان، وانا غادي نبقى نستف هاد لي بودواغ على هذا الشكل. ان شاء الله غادي نخلي لكم المكونات اللي استعملت في هذه الحلوه بدون قالب وكذلك بدون فرن، غادي تلقاوهم مكتوبين في صندوق الوصف. انا هنايا غادي نستمر في التستاف ديال هاد لي بودواغ. بالنسبه للحجم حسب الحجم ديال هاد الحلوه اللي نتوما بغيتو. من بعد غادي ناخذ هاد الكريمه ديال الشوكولا اللي وضعت فيها الكاكاو مر. غادي نوضعها في الوسط فقط. بالنسبه لهاد الكريمه فهي كتجي رائعه في المذاق ديالها. نتمنى انكم تجربوا هاد الحلوه فهي تستحق التجربه. من بعد غادي نسرحها في الوسط كيف ما كتلاحظوا. بالنسبه لهاد لي بودواغ بعد ما كيتشربوا هذاك الماء مع القهوه سريعه الذوبان كيسهل علينا اننا نطلقوا الكريمه من الفوق ديالهم. كيف ما كتلاحظوا بعد ما سرحت هاد الكريمه ديال الشوكولا غادي ناخذ دابا الكريمه اللي استعملنا فيها الكريم باتيسير وغادي نوضعها من الفوق ديال هاد الكريمه.
بالنسبه لهاد الحلوه كتوجد تقريبا في 6 ديال الدقائق، تقريبا 5 أو 6 ديال الدقائق، ومن بعد كنوضعوها في الثلاجه مده ديال 5 ديال الدقائق اخرى وكنخرجوها وكنزينوها. لهذا كتوجد هاد الحلوه كتكون عندنا واجده وبارده تقريبا في 15 دقيقه. بعد ما وضعت الكريمه ديال كريم باتيسير غادي نسرحها حتى هي من الفوق ديال هاد الكريمه ديال الشوكولا. بعد ما طلقت هاد الكريمه على هاد الشكل غادي نحاول انني ناخذ السلوفان من هاد الجوانب وغادي نجمع هاد الجوانب بجوج مع بعضياتهم. كيف ما كتلاحظوا كنحاولوا اننا نديروا شويه بشويه حتى كنجمعوا هادوك الجوانب على هاد الشكل. واي بلاصه ديناها على هاد الشكل كنلويو هاد البلاستيك الغذائي وغادي نمشيو للجهه الاخرى غادي نديروا نفس الشيء. غادي نحاولوا اننا نجمعوا هاد البسكوي حتى يلصق لينا في هذاك الوسط وكتولي عندنا هذيك الكريمه كاينه في الداخل ديال هاد لي بودوار. غادي نجمعها مزيان انا على هاد الشكل. غادي نوضعها في الثلاجه مده ديال 5 ديال الدقائق ومن بعد غادي نخرجها من الثلاجه وغادي نوريكم كيفاش درت حتى زينت هاد الحلوه اللي بدون فرن وكذلك بدون قالب. كيف ما كتلاحظوا بعد ما خرجت هاد الحلوه من الثلاجه حيدتها من البلاستيك الغذائي كيجي الشكل ديالها رائع. خديت هنايا بودره ديال الكاكاو وغادي نرشو من الفوق ديال هاد الحلوه الرائعه لا في الشكل ديالها وحتى في المذاق. بعد ما وضعت هاد البودره ديال الكاكاو المر خديت هنايا الشوكولاط اللي ذوبته مع القليل من الزبده وضعته في هاد البابيي ديال هاد ورق ديال الزبده وكندير خطوط على هاد الشكل، خطوط عشوائيه من الفوق ديال هاد الحلوه. من بعد غادي نزين هاد الطبق بنقاط ديال هاد الشوكولا. بالنسبه للتزيين حسب الرغبه ديالكم، انا فقط عطيتكم فكره كيفاش توجدوا حلوه بدون فرن وبدون قالب. فنتمنى ان الفيديو ديال اليوم احبائي ينال الاعجاب ديالكم. انا هنايا غادي نقطع واحد القطعه من هاد الحلوه باش تشوفوا معايا الشكل ديالها كيفاش كيجي من الداخل. فهي كتجي رائعه والكريمه كيجيو لذاذ بالنسبه للكريمه ديال الشوكولا وكذلك الكريمه ديال الباتيسير كتجي رائعه. فهي بعد ما كتبرد فهي كتقطع لينا بسهوله وهذاك البسكوي كيكون متشرب مزيان، هذاك الماء مع القهوه سريعه الذوبان. فاذا هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الحلوه. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر في كومونتير. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم ومرحبا بكم في القناه ديالي شهيوات بشرى.